السلام عليكم، مرحبا بكم جمهور الافريقي العالي، جمهور الافريقي الغالي. ندخل في صلب الموضوع. تعادل سيء ومخيب الامال على التوالي للنادي الافريقي. يعني شفنا النادي الافريقي مستواه متذبذب، يعني زوز انتصارات تعادل بعد انتصار بعد زوز تعادلات، ديما كيك النادي الافريقي ما شدش سلسلة انتصارات متتالية الموسم هذا. يعني الان النادي الافريقي اصبح مهدد بعدم الفوز او عدم الحصول على مركز مرشح لدوري رابطة الأبطال، اللي هو المركز الثاني. يعني العثرات هذه نادي أفريقيا نجم يندم عليها. بالرسمي شفنا ماتش اليوم صحيح مضطر وصحيح برشا عوامل خايبة، أما إضاعة الفرص من النادي الأفريقي بطريقة رهيبة هي اللي خلت النادي الأفريقي يتراجع، يعني ويخسر نقطتين في المباراة. حاجة وحيدة نحب نحكيها، أنا نحب نفرغ قلبي يعني ونحكي لكم اللي هو النادي الأفريقي تخلى النادي الافريقي على احمد خليل والزمزمي. حكينا الف مرة، احمد خليل عمل غلطة المخالفة وعمل غلطة ضربة جزاء ورا بعضهم. يعني احمد خليل هذا ماهوش مستواه متاع باش يلعب مع النادي الافريقي، والله العظيم ماهوش مستواه باش يخول له يكون في حتى في العمران ما نجمش يكون، مع احتراماتي يا شباب العمران متاع ديفيزيون 2 ديفيزيون 3، ماهوش متاع رابطة محترفة الأولى. أحمد خليل كما شفنا مستواه يعني فاشل أكثر من فاشل. وإن شاء الله المدرب يسمع صوتنا ويسمع صوت الجمهور، ويحاول ينحي لنا الزمزمي ويحاول ينحي لنا أحمد خليل. يعني اليوم كي صلح بدخول قلالش أهلكها، كي خرج سيماكولا بدلوا بخليل. في المقابل تألق لكوا المهاجم الكاميروني. حسب نظرتي انا المهاجم الكاميروني باش يكون ناجح، على خاطر يعرف كيفاش ياخذ الكرة ويعرف كيفاش يرجع يعاون مع اصحابه ويعرف كيفاش يطلع وكيفاش يتمركز. كما شفنا هدف يعني من طينة الكبار اللي ماركيه، اول هوفه من الحارس منتصر السيد، رجع فكه وعرف كيفاش يسدد يعني يجيب الهدف. في الختام حظ اوفر النادي الافريقي في قدم مسابقات.